حازم ايه ده يا سميح؟ حازم يا سميح ما يصحش ايه يا سميح، في ايه؟ انت بتزعق كده ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ فين الولد ما ترباش؟ فين الولد هيودينا في داهيه؟ يا ابني انت عزمت يا اسمك حازم. ايوه يا بابا. بابا انت خليتني يا بابا. سميح انت خليتني يا بابا. انت خليت سميح بعد اذنك لو سمحت، الولد هيموت في ايدك. يموت ولا يتدفن ويروح 60 داهيه، مش عشان يجيب لي اسمي عار. ايه العار؟ يا اخي ما تكبرش المواضيع، ما تافورش. انت عايز تستنى ايه؟ لما يجيبوني في النيابه بسبب الحيوان ده ويبقى اسمي على كل لسان؟ ده انا ادفنه بايدي ولا يحصلش. راجل تدفن ايه بس؟ هو انت خلاص حاسبته وحكمته هتدفنه كمان؟ ده ربنا رحمته اكبر مني ومنك يا اخي. بابا انا ما عملتش حاجه، انا بريء. وهي المدرسه تبان عليك ليه؟ مش الكاميرات مصوراك وانت مع صاحبك بتضرب مخدرات؟ بقول لك يا سميح تعالى اقول لك حاجه. سيبني دلوقتي انا مش في وعي. تعالى معايا تبات نار تصبح رماد. ما حدش يتدخل بيني وبين ابني. معلش تعالى معايا بس عشان خاطر. ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ حرام عليك اللي انت بتعمله فينا ده. ماما انا ما عملتش حاجه والله، وبكره الايام هتثبت لكم. يا ريت يا ريت تطلع مظلوم وما تخيبش املي فيك. قول لي يا حازم، ممكن اعرف انت كنت بتعمل ايه مع صافي في مخزن المدرسه؟ كنت بحاول اقنعه يبطل مخدرات ويبعد عن ياسين زميلنا اللي معانا في المدرسه، وايه اللي وداك ورا المخزن؟ لاني كنت خايف عليه. المدرسه لو عرفت ان هو بيشرب مخدرات هترفده، وبرضه كنت بحاول اقول له يطلع من المخزن. يا فندم كاميرات المراقبه بتثبت ان حازم كان واقف بيتكلم مع صافي بس مش اكتر من كده، والتسجيلات اثبتت ان صافي مد ايده بسجاره بيديها لحازم وحازم ما رضيش ياخدها منه. قول لي يا حازم، هل صافي كان متعود يشرب مخدرات من زمان؟ ايوه، وكل اصحابه عارفين الموضوع ده. بعد اذن حضرتك يا فندم، في شهاده من المدرسه بتثبت ان هم كانوا شاكين في صافي وبيراقبوا كل تصرفاته، والولد لما راح مخزن المدرسه كان كل غرضه ان هو يهرب من الرقابه عليه، مش اكتر من كده. لو سمحت انا ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. حضرتك ممكن تعملي تحليل دم على فكره، وهتشوف ان انا عمري ما شربت مخدرات. شفت يا فندم؟ الولد على استعداد انه يعمل تحليل دم عشان يثبت ان هو ما بيضربش مخدرات. طب ممكن حضرتك بس تراعي الظروف عشان مستقبل الولد يعني. اطمن يا استاذ سميح، احنا مش ممكن نضر اولادنا لاي سبب، بس موقف ابنك دقيق جدا. اهل الولد المتوفي مش مصدقين انه مات بسبب جرعه مخدرات زياده، متصورين يعني ان حصل بين حازم وصافي مشكله، خناقه. يعني اهل الولد ممكن يتهموا ابني بقتله؟ تقرير الطب الشرعي لجثه صافي هيبين كل حاجه، ولو اتاكدنا ان حازم الدم ما فيهوش مخدرات اذا الادله كلها هتبقى في صالحه. اكتب يا علي، يتم عمل تحليل دم بمعرفتنا لدى الجهات المختصه للطالب حازم سميح عبد العزيز لبيان وجود اثر مخدرات من عدمه، ويعرض علينا التقرير فور صدوره. قد ايه؟ لما لقينا نتيجه التحليل بتاعتك سلبيه، ياه حسيت ان راسي كده مرفوعه لفوق للسما. ما انا قلت لك اهو انا ماليش دعوه بالحاجات دي. يا رب نكون اتعلمنا الدرس، ما نصاحبش الاشكال اللي زي دي تاني. جرى ايه يا سميح؟ في ايه؟ الولد اللي انت بتتكلم عنه ده مات، يعني ما يجوز عليه غير الرحمه. شايفه يا ماما؟ شايفه هو بيظلمني ازاي؟ انا مش بظلمك يا ابني، انا بفهمك الدنيا، انت لسه ما شفتش منها حاجه، اسالني انا. بيتهيألي طول ما الواحد ماشي صح مش هيقع في اي مشكله تقابله. مظبوط يا حبيبي، صح. عن اذنكم انا طالع اوضتي. جرى ايه يا سميح؟ ايه الطريقه اللي بتكلم بيها الولد دي؟ يعني مش مكفيك اللي انت عملته فيه؟ في يا مان، بوعي الولد لازم ينشف، امال يواجه الدنيا ازاي لما يكبر؟ طب لو سمحت اطلع بقى طيب خاطره بكلمتين. هو انت ليه محسساني اني قتلته؟ ما كلنا خدنا علا واحنا صغيرين. الولد زعلان واخد على خاطره منك عشان انت ظلمته، ما فيهاش حاجه لما تطيب خاطره بكلمتين. ما هو ابنك برضه، عشان خاطري يا سميح. حاضر بعدين. لا دلوقتي، ما يبقاش قلبك قاسي على ابنك بقى، ورحمه ابوك لا تطلع له دلوقتي. يوه يا ماني. يلا بقى. ادخل. حازم يا حبيبي، بابا جاي يعتذر لك. يعتذر لك ايه يا ماني؟ ما تنقي كلامك. هيقول لك كلمتين مهمين يا حبيبي، ركز فيهم وافهمهم لو سمحت. ما تزعلش لو كنت قسيت عليك شويه، من مصلحتك. من اللي مضايقني ان انت ما رضيتش تسمعني، مع اني والله كنت صادق معاك في كل كلمه بقولها. اسمع حضرتك يا حبيبي خلاص مش هنتكلم في اللي فات، اهم حاجه تكون اتعلمت الدرس كويس. تعالى يا ابني، انا بوعيك، في الدنيا اغلى منك؟ انت عارف ان دي اول مره تاخدني في حضنك؟ عشان بعملك على عينك راجل، مالناش احنا في شغل السهوه كده. ايوه بس انت خوفتني منك. انا عمري ما كان قصدي اخوفك، انت فهمت غلط. اشمعنى يعني انكل شريف مصاحب ابنه وبيحكي له على كل حاجه؟ انا مالي ومال شريف اللي طالع لي في كل حته ده؟ كل بيته بيربي بطريقته، انا عايز اربيك راجل، عظمك ناشف، الناس تعمل لك حساب. انا كان نفسي تعاملني على انك صاحبي.
انا ماليش صحاب قريبين. انا حاسس ان انا لوحدي. بابا يا حبيبي ما يقصدش، هو بس مش عارف يوصل لك قد ايه بيحبك. انا كمان بحبك، بس انا صعب عليا نفسي لما عملت فيا كده. تعال وانتظر مني. خلاص يا عم، هنبقى اصحاب وتحكي لي كل اللي انت عايزه. صافي يا لبن. حبيبي قشطة. بس بقى يا جماعه عسل والله هعيط. شيخ اقعد انت كمان. في ضيف هتأكد لو وصل. تمام، يلا اوكي. ضيف مين؟ لا انا هبقى افهمك بعدين. بقول لك ايه؟ انا حاسس يا شريف انك انت هيبقى لك مستقبل باهر في موضوع تقديم وعمايل الاكل ده. مش قوي كده سمير بيه، دي حاجات بسيطة والله. لا ده مش مجرد احساس وبس، ده شويه وهيبقى حقيقه. المهم انت فاضي شويه دلوقتي؟ هو انت حضرتك عايزني دلوقتي؟ انا عايزك في موضوع مهم جدا. لا بقى خلينا بكره بقى، احسن انه واقف على رجلي من الصبح وظهري بيوجعني. معلش. لا ارجوك، ده انا ما صدقت خدت منه ميعاد النهارده. هو مين ده؟ لا دي مفاجاه بقى. مفاجئ؟ هو الرجل التاني. لا طالما مفاجأة بقى يبقى نيجي معاك يا بابا. بصراحة أنا متحمسة قوي أشوف المفاجأة اللي أنكل عاملها، مش كده يا ياسين؟ ده كده ونص، ولا انت عايز تتفاجئ لوحدك يا بابا؟ لا يا جماعه بصراحه هو مش هينفع، احنا اصل مش رايحين رحله، دي جلسه عمل، وبابا ان شاء الله هيبقى يحكي لكم لما يروح. انا هروح اشوف الضيف وصل ولا لا، وهبعت لك داليا. سميح، شفت مدام داليا؟ اسكت، رهيبه. احنا متجوزين شباشب يا اخي. جامده جامده. هي ايه اللي جامده ورهيبه؟ باين البنت رهيبه رهيبه بجد؟ والبقلاوه. الله، طب ما تجيبوا حته. يا خلصت يا خساره، مفيش. اماني، ايه اللي جابك دلوقتي؟ انت بتسال ليه؟ مين اللي عندك جوه؟ يعني ايه مين اللي عندي جوه؟ ايه الاسلوب ده؟ ايه، خايف على شعور الهانم اللي جوه ولا يا ايه؟ اماني استني، عيب كده، عيب كده يا اماني. خير يا مدام؟ اعمل ايه حبيبي؟ اصلك اتاخرت عليا فانا صراحه قلقت قوي. ملف اللي حضرتك طلبته. انا والاستاذ المحاسب القانوني بنشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ ما تقول يا سميح. قول لها انت، يمكن تصدقك بما انها ما بتصدقنيش. سميح بيه عنده مشكله كبيره مع البنك. خد قرض بضمان مشروع الكومباوند اللي بيبنيه، ومش قادر يسدد الاقساط اللي عليه. طب وليه مش قادر تسددها يا سميح؟ ما انت عندك رصيد كفايه في البنك. انا فلوسي كلها في المشروع يا اماني، ولسه ما بعتش ولا واحده عشان اعرف اسدد حاجه للبنك. طب والارض اللي عندك؟ الارض ما اقدرش اتصرف فيها، عليها مشاكل. مشاكل ايه يا سميح؟ ما تفهمني. من الاخر كده يا اماني، الارض دي كنت واخدها برخص التراب، طرديه كده من تحت الترابيزه، وكنت شايلها على جنب على اساس ان سعرها يعلى وابيعها واكسب فيها. طمع بقى. الحكومه لاحظت ان في ناس كتيره واخده اراضي باسعار واطيه جدا ومسقعينها، فاتصلوا بينا وقالوا لنا لا ندفع ثمنها الحقيقي هتتاخد مننا، وانا معيش حاجه ادفعها دلوقتي. طب وناوي تعمل ايه؟ هو بدور على اي حد يشتريها باي سعر ويبقى يتعامل هو مع الدوله. شفتي بقى انك كنت ظلماني؟ اعمل ايه بس يا سميح؟ انت لا عمرك حكيت لي عن مشاكل شغلك ولا حتى دخلتني فيها. ما برضاش عليك. قول لي يا استاذ، في حل ولا ايه؟ خير ان شاء الله. انا عايز اعرف. شريف انا حذرتك من العلاقه دي اكتر من مره وانت اصريت عليها. اهو بقى ما تلومش الا نفسك. ما تزعلش مني يا شريف، فطين المره دي عنده حق، ما كانش المفروض تسيب نفسك لحد ما تتغرز الغرزه دي. ايه الطعامه اللي انتوا فيها دي؟ فجاه بقيتوا قديسين كده؟ يا سميح، ده احنا دافنينه سوا. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي ساذج. بقول لكم ايه، انا مش جايبكم عشان تقطموني، انا جايبكم علشان تلاقوا لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. شريف انا رايي اول حاجه لازم تقطع علاقتك بالست دي تماما نهائيا، ما تعرفش عنها حاجه. تاني حاجه بقى انت لازم تعتذر لندى وتحسسها انك انت ندمان على اللي عملته. حتى لو عملت كده ندى مش هتقتنع. اصل كل مره لما كنت بكلمها بيبقى عندي اسباب ان انا بريء، انما المره دي بقى ندى لما شكت فيا ما عنديش اي حاجه دافع بيها عن نفسي. ليه يعني؟ هي ندى مسكتكوا في اوضه النوم؟ سوري يعني. طب انا عندي فكره تانية. ايه؟ ما تدخل الست الوالده. لا ابعد عن امي الله يبارك لك. ليه يا شريف؟ ما انت طول عمرك بتشاركها في كل حاجه وبتحكي لها كل حاجه. لا سميح، امي بقى بدات حياه جديده بقى وكده ومش عايز اشغلها بمشاكلي. وهي يعني عشان دخلت حياه جديده هتقطع علاقتها بيك؟ مهما كان دي امك، احكي لها نفسها تتسلى معاك يا اخي. لا 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 لا، تعرفش امي ولا ايه؟ برضه امي كل مره كنت بشتكي لها بيبقى عندي اسباب مقنعه اني بريء. المره دي بقى لو بصت في عينيا هتكشفني وساعتها مش هخلص منها. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. سميح، نعم.
قول لي انت عملت ايه مع المشتري؟ لا ما حصلش نصيب. عايز ياخد الارض بسعر التراب. هو عارف ان الارض عليها مشاكل؟ ايوه مش هي دي المشكله، هو بيستنصح. ده عايز ياخدها بارخص ما انا اشتريتها. طب وانت هتعمل ايه؟ معرفش، هو المحاسب مع البنك بيحاول يقنعهم ان هم ياجلوا لي شويه الاقساط اللي متاخره. طب انا عندي اقتراح، مش عارفه اذا كنت هتوافق عليه ولا لا. خير. انا رايي تاخد الذهب بتاعي تتصرف فيه، وانا عندي رصيد في البنك، هو صحيح مش كبير بس ممكن يساعد. اصيله يا اماني، بس مش انا الراجل اللي بايع مراته ساعتها. طب وهو انا وانت ايه بذمتك؟ وبعدين مين اللي جاب لي الصيغه دي؟ مش انت؟ معلش، خلي فلوسك وصيغتك معاكي، وبعدين حتى لو خدتهم مش هيعملوا حاجه. طب ناوي تعمل ايه؟ مش عارف، بس اكيد هلاقي حل يعني. الله عليك يا سميح، انا عايزاك دايما كده متفائل. ايه بس هو الموضوع صعب، صعب قوي. عارفه يا حبيبي، بس ان شاء الله كله هيعدي. ما انا عارف انه هيعدي، بس الخوف هو بيعدي يفرمنا. سميح يا حبيبي، صدقني مش هي المشكله الحقيقيه اللي احنا فيها دي. امال ايه المشكله؟ ان احنا ازاي نتعامل مع المشكله ونلاقي لها حلول. عندك شريف مثلا، وهو في عز مشاكله كان متفائل جدا وكان بيدور على حلول بره الصندوق. ايه شريف اللي انت خوتانه بيه ده؟ يا حبيبي شريف ده صاحبك، ومش عيب ابدا ان احنا نتعلم من تجربه هو مر بيها. واحنا في شريف دلوقتي ولا في بيتنا اللي بيخرب؟ حبيبي انا عايزاك مرن، مش عايزه الدنيا تكسرك. مش عارف ليه حاسه انك بتكلميني زي ما اكون عيل صغير. اماني، انا جوزك وابو عيالك، مش تلميذ عندك في المدرسه. حبيبي احنا بنتعلم من الدنيا، المواقف الصعبه بتمر علينا عشان نتعامل معاها ونتعلم منها. بامانه انا مش فاهم المواضيع الانشا بتاعتك دي. يا حبيبي اسمع كلامي وما ترفضوش. مش يمكن ربنا عمل فينا كده عشان نفكر صح ازاي نتغير للاحسن؟ احسن ايه؟ احسن ايه يا اماني واحنا مفلسين وبيتنا بيتخرب؟ يا حبيبي احنا اللي بنعمل الفلوس مش هي اللي بتعملنا. وبعدين اذا كانت على المشاكل الماديه فدي هينه. اهم حاجه ان احنا مع بعض وفي قلوبنا حب ونحسن الظن بالله، يبقى خلاص اكيد بكره جاي احسن.